والد ياسمين صبري يتدخل ويكشف التفاصيل الكاملة لأزمة بنته مع محمد رمضان بعد المشاهدة وإحراجه ليها وخروجها مسرعة من السحور. مهاجم الصحفيين وأحمد زاهر مع والدته طلع نسخة منها. الفنان أحمد زاهر قرر يحتفل بمناسبة عيد الأم زي عدد كبير من زملائه، وزي ما الأمة كلها بتحتفل بهذا اليوم العظيم، ونشر صورته على حسابه على الانستجرام بصورة بتجمعه بوالدته، وكتب عليها: كل سنة وانت طيبة يا أجمل أم في الدنيا، ربنا يخليكي ليا ويحفظك ويشفيكي ودايما تبقي فوق راسي يا ست الكل. وتفاعل ناس كتير مع الصورة، وكتب إحداهم: زاهر نسخة من مامته. وبقيت تعليقات إن ربنا يخليها ويحفظ أمهاتنا جميعا. وعن انتقاد أحمد زاهر بعد تقديم شخصية فاروق الجباس في مسلسل سيد الناس، هاجمته الناقدة الفنية مها المدبولي وقالت: الكارثة بالنسبة لي أحمد زاهر، أنا مش مصدقة إيه اللي بيعمله ده، مش معنى إنك تحت طوع محمد سامي إنك تمثل بالشكل ده. وأنا عجبتني انتصار لأنها ما خضعتش لأسلوب محمد سامي وعملت اللي هي عايزاه. أما الفنانة مي عمر، أنا شايفة إنها خدت أكتر من إمكانياتها، وأنا شايفة إنها ما تبقاش بطلة، هي يا دوبك دور من ضمن الأدوار الموجودة، بنت لطيفة ووشها مقبول بس مش لدرجة البطولة. وعن خبرنا التاني، الأزمة والمشاهدات اللي حصلت بين محمد رمضان وياسمين صبري، وكشف موقع صدى البلد عن الأزمة اللي حصلت بين محمد رمضان وياسمين صبري بالرغم من جمعهم فيلم الديزل، وأكدوا إن الفنانة ياسمين صبري لم تكن راضية عن النجاح اللي حققه فيلم الديزل. وده اللي كشفته الفنانة ياسمين خلال ندوة في السعودية، وقالت إن فيلم الديزل واللي شاركته مع محمد رمضان ما حققش النجاح اللي كان متوقع ليه، وإنه السبب في توتر العلاقة بينها وبين محمد رمضان. وهنا حاول الناقد الذي يدير اللقاء معها في السعودية إن الفيلم كان جيد لكن لم يرق الحظ، وظهرت ياسمين ويبدو أنها لا تتفق مع رأيه، وردت بعد فترة بكلمة ماشي. وبعد سحور جمع الفنانة ياسمين صبري مع الفنان محمد رمضان، وظهر الفيديو ياسمين بتبارك لرمضان على برنامجه الجديد مدفع رمضان، واللي بيعرض حاليا في رمضان 2025. ووجهت ياسمين لمحمد رمضان: مبروك يا ابني، وهو الأمر اللي أغضب رمضان، ورد عليها: ابنك ازاي، انت مجنونة. وأكد صدى البلد إن الفنانة ياسمين صبري بعد سماعها تلك الجملة من محمد رمضان ظهر عليها علامات الضيق الشديد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انسحاب ياسمين صبري من السحور، وظهرت وهي منفعلة على المصورين معلقة: سيبوني في حالي. أما رمضان كان رد فعله على ما حدث مع ياسمين، قد نشر مقطع فيديو على حسابه على ستوري ووضع عليها أغنيته الشهيرة مافيا، والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها. وبعد أن صدر الفيديو مواقع التواصل واللي اعتبروا إن هو رد عليها لتناكتها إنه هيديلها فوق راسها. وعلى خطى الأزمة تدخل ولد الفنانة ياسمين صبري، وأول رد لوالدها وهو الدكتور أشرف صبري بعد السحور اللي جمعهم لإحدى الشركات الخاصة. وفي تصريح خاص لصدى البلد أكد والد ياسمين صبري وقال: مفيش أي مشكلة بين ياسمين ورمضان، وقال بالعكس العلاقة بينهم طيبة، وإن محمد رمضان فنان كبير وإنسان راقي ولا يوجد بيننا وبينه أزمة من أي نوع. وبعد سؤاله إيه سبب خروج ياسمين من السحور مسرعة، فقال إن ياسمين عادة ما بتحبش تتأخر في أي مكان هي موجودة فيه، وأظن إن مفيش علاقة بين انصرافها وأي حدث آخر. وبعد الخلاف بين رمضان وياسمين بدأ رواد المواقع في البحث: هل يوجد تواصل بين محمد رمضان وياسمين صبري على مواقع التواصل كباقي الفنانين؟ ظهر أن الثنائي لم يتابعوا بعضهم البعض على حساباتهم.